السلام عليكم، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هعمل لكم ترند جديد كله عامله في كل القنوات، فانا حبيت اجربه واشوف طعمه هيبقى عامل ازاي. ده بيبقى شكله، هيبقى طريقته سهله جدا، مش هياخد منك بالظبط ربع ساعه على بعضه او 10 دقايق كمان. هتحضريه في ساعتها، ممكن تعمليه في فطار او في جوع اخر الليل، بيبقى حلو جدا. يلا نشوف احنا هنعمله ازاي مع بعض. ولو اول مره تشوفوني وعجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك للفيديو وتشتركي في القناه عشان يوصلك كل جديد. يلا نشوف احنا هنعمله ازاي. انا هنا الوصفه بتاعتي كلها العجينه بتاعتها تبقى في الخلاط. انا معايا هنا بيضتين، ومعايا كوبايه كامله من الدقيق. الكوبايه دي مقدار 180 جرام من الدقيق او 150 جرام. ومعايا كوبايه ونص من اللبن، نفس الكوبايه عايرت بيها في الكنكه. طبعا اللبن ده بالقشطه، فعادي خالص في العجينه بتبقى حلوه. واحط بقى رشه من الماء الفلفل الاسود، وهبتدي نضرب الخليط بتاعي كويس جدا لحد ما ينعم معايا خالص ومبقاش فيه اي تكتلات للدقيق. بعد كده هجيب صينيه تيفال، بلاش ألمونيا لانها هتلزق معاكي في الألمونيا. هو الترند اللي نازل بيبقى صاج او صينيه كبيره وبيحطوا ورقه زبده وبيدونها زيت وبيحطوه. بس انا عايزه اقولك انه لزق في ورق الزبده، في ورق زبده بيلزق فيه. انا عملته في التيفال ملزقش معايا خالص، وهتشوفيه دلوقتي. انا دهنت، طبعا انا عمل معايا صينيتين، دهنت صينيه بالزيت وحطيت الخليط بتاعي. وتحطي اي حاجه موجوده عندك، فلفل، طماطم، زيتون، اي نوع جبنه عندك، حتى لو جبنه قريش. انا حطيت فلفل وطماطم. ودي الجبنه اللي هي صابع الموتزاريلا، انا قطعتها قطع صغيره. وبشر جبنه مبشوره رومي. كان طعمها حلو جدا. عايزه اقولك ان انا عملتها كان في الفطار، كان طعمها حلو، حاجه جديده يعني. انا بالنسبه لي كان طعمها مختلف شويه، بس كبيتزا لا، انا حاسه ان طعمها مختلف عن البيتزا نهائي. هي طعمها حلو بس هي مش طعم البيتزا، عجينه البيتزا. انا بعد ما خلصتها كده هحطها بقى في الفرن على الرف الوسط على درجه حراره عاليه لمده من تلت ساعه كده. يعني تلت ساعه تبتدي انك تشوفي الفرن بتاعك على حسب التسويه بتاعته. ده كده بعد ما طلعت معايا من الفرن بالمنظر ده. انت طبعا بتتابعيه. انا كانت العجينه مسكت معايا خالص، ومن تحت كانت التسويه بتاعتها مظبوطه، ومن فوق زي ما انتم شايفينها كده. وطبعا طلعت معايا بكل سهوله. انا عايزه اقولك انها كانت قريبه معايا شويه. اما تعملي بيض اومليت وتحطي فيه خضار، كانت عامله زي البيض الاومليت شويه في القوام بتاعها والتماسك بتاع العجينه. هبتدي بقى نقطعها بالطريقه دي كده، هما بيقطعوها بيلفوها، او ممكن تاكليها زي البيتزا. هو ترند سهل وبسيط وطعمه حلو. ده كده كان شكلها معايا. عايزه اقولك انه كان فطار سهل جدا وبسيط وكان لذيذ معايا. ده كده بقى دي كده الصينيه التانية اللي انا برضو طلعتها وطلعت معايا برضو من الصينيه بكل سهوله. حطيتها في طبق وقطعتها وابتديت ناكل منها عادي. اتمنى يكون الفيديو عجبك. لو اول مره تشوفوني ما تنسيش لايك الفيديو واشتراك القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. سلام.